تعالي يا قمر انت وهي نعمل رنجة وناكل رنجة النهاردة. اهم حاجة تجيبي الرنجة اللي بتلمع دي واللي بطنها متختخة كده، شايفين بطنها مليانة ازاي؟ دي بقى هيبقى كلها بطارخ، وهوريكم دلوقتي البطارخ اللي فيها. انا قاعدة لا بيا ولا عليا ولا حواليا، لقيت الحاج داخل عليا بالرنجة دي. اعملي لنا رنجة يا حاج. عملت الرنجة زي ما انتوا شايفين كده، فتحتها من ظهرها، ما تفتحيهاش من بطنها، افتحيها من الظهر زي ما شفتوا معايا كده، وطلعي الجلد كده بكل سهولة هيطلع معاكي. واي حتة زيادة في الجلدة ما تسيبيهاش، لازم تعينيها. شايفين بتطلع معايا بكل سهولة اهو، او بالسكينة كده وتجرديها كده اهو، بتطلعي منها اللحم. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. صلي على النبي كده يا اختي انت وهي، صلي على النبي. ايوه زيد النبي صلى الله عليه وسلم. وهنضف الرنجة كده اهو، شايفين البطارخ وشايفين الرنجة عاملة ازاي. هعمل زي ما عملت في الاولانية هعمل في التانية. يلي بقى بسرعة كده، واجمل طبق رنجة هتاكليه النهاردة بعد ما نضفت الرنجة بقى وخليتها وعينت منها الشوك، واي شوكاية كده تلاقيها تعينيها. هقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ايوه كده. والبطارخ دي بقى انا هعمل لكم فيها عمايل دلوقتي، استنوني في الاخر شوفوا هعمل فيها ايه. البطارخ الجميلة دي اللي عاملة زي الزبدة. اي قطعي الرنجة بقى كده، واي شوكة تعينيها، اي شوكة تقابلك بقى وانت بتقطعي كده بتعينيها. تمام يا حبايبي. حط الرنجة في الاطباق وعليكي بقى بالليمون. اهم حاجة في الموضوع ده الليمون، كتري الليمون، عصري عليها ليمون وكمون والزيت، وتاكلي بقى احلى رنجة. تمام. اهم حاجة زي ما قلت لك الليمون، وبصل اخضر بقى وخيار. حطي بقى زيت على الرنجة وحطي طحينة زي ما تحبي. وزي ما بقولك كده ليمون وزيت وطحينة. تاكليها سادة، هي بتتاكل بأي الأوضاع بتاعتها، على أي حال بتتاكل على أي حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالوا بقى شوفوا الطبق ده اللي هو فيه البطارخ على كام حتة رنجة كده. وهاتي الطبق بتاع ستك بقى، وتعالي حطي فيه زيت. أنا جبت الطبق بتاع أمي الله يرحمها، حطيت فيه زيت وسخنت الزيت وحطيت فيه الرنجة زي ما انتوا شايفين كده. البطارخ تحفة والريحة ايه تجنن. يلا هاتي العيش البلدي بقى والبصل والطماطم والخيار، واقعدي كلي بقى كده ومخخي. احلى طبق رنجة هتاكليه، واحبسي بكوباية الشاي بقى. ودمتم. السلام عليكم.